السلام عليكم، ازيكم شباب تالتة ثانوي. اهلا بيكم في سيشن نمبر 15 وهي برضو جرامر زي ما انتم شايفين في الشاشة قدامكم. هي عن when while و during و on. طبعا في دول اسمهم conjunctions، روابط، وهتربط ما بين ال past simple وال past progressive اللي احنا خدناهم في التو سيشنز اللي فاتوا. اوكي، فهنبدأ بقى ايه كأنها مراجعة للي فات، وفي نفس الوقت هم مهمين جدا لانه دايما بيجوا في الامتحانات عندنا، وبالاخص في بعض البوينتس كده هنركز عليها. فنبدا هنا الكونجنكشنز while when as just. اوكي، وعندي زي ما انتم شايفين في past simple و past progressive، يعني بمعنى ان هما الاثنين دولت هي اهم دولت مرتبطين بالpast simple و past progressive. هنستخدم الكونجنكشنز دولت عشان نربط ما بينهم. نشوف اول حاجه while when و as و just is. نشوف هنا الستراكشر اللي قدامنا دوت، هنلاقي مكتوب while و as زي ما انتم شايفين هنا اهي، هم دول while و as و just as when، ومكتوب هنا ان في بيجي بعديهم past continuous او past progressive، وبعد كده الفيرب التاني past simple. اوكي، طب نشوف. انا مش مشكله عندي كده التركيبه والشكل اللي احنا شايفينه ده، وان دولت بيجي بعدهم كذا وبيجي بعدهم، احنا مش هنفهمها كده، نفهمها بطريقه تانيه ان شاء الله. المهم عندنا هنا while he was playing the game it rained. دي سنتنس مهمة جدا. نلاحظ ان في عندنا conjunction اللي هو ايه، نغير لونه كده عشان يوضحها شوية، بلاش الاحمر هو ابيض اهو while، وهنا was playing، بعد كده it rained اهي. هنا ده التايم لاين، ده السيتويشن اللي قدام، دي اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي now. دلوقتي قبل اللحظة دي في الباست في فعلين حصل. فعل خد اللي هو was playing، ده اللي هو الفعل ده، الولد ده كان ايه was playing، ده بيسموه اللونج اكشن، يعني فعل خد فترة زمنية اوكي طويلة شوية. وبعد كده rained بيسموه short action او sudden action او action interrupted another action، يعني فعل قطع فعل تاني. يعني ايه while he was playing the game it rained؟ بيقول كده وهو بيلعب الفوتبول مثلا او بيلعب الجيم، حصل ايه؟ المطره فجأة اوكي. فعشان كده عبر عن اللعب was playing، وعبر عن الفعل الفجائي او الشورت اكشن بان هو ايه rain في الباست. بس طيب، يعني انا لسه مش يعني نقول مثلا ان واي بيجي بعديها past continuous او past progressive والفيرب التاني past simple، ممكن نقول كده، بس الافضل نقول ان while بيجي بعديها long action فعل بياخد period of time، فعل طويل بياخد a period of time. اوكي، ايا كانت period of time ده ديت. والفعل التاني بيبقى short action. اوكي طيب، اللونج اكشن بيبقى ايه؟ بيبقى past progressive او past continuous اللي هو was aware بعد كده verb، والفيرب التاني بيبقى past simple اللي هو ايه read. اوكي، او يبقى بشكل عام هنا عندنا في شويه روابط وهم conjunction زي while when و as و just as، بيربطوا ما بين فعلين، فعل بيبقى long وفعل بيبقى short. اوكي، دايما الفيرب long بياخد ايه؟ بيبقى في التنس بتاعه بيبقى past progressive، لكن الشورت اكشن بيبقى past simple. طيب while بقى بيجي بعديها past simple ولا past progressive؟ اقول لك بطريقه تانية، while بيجي بعديها اللونج اكشن. اوكي، while بيجي بعديها اللونج اكشن، والفيرب التاني بيبقى ايه؟ short او past simple. بالتالي long action يعني ايه؟ يعني past progressive. يبقى while he was playing a game ادي past progressive وبعد كده it rained past simple in the short action. طيب ينطبق الكلام ده ايه
على كله بقى. while وas just as. وحالات في when بقى ليها كذا حالة كده، بس هي دايما في كل حاجة موجودة يعني، وهنفهم الموضوع ده ازاي دلوقتي. طب نكمل. تفرق بقى انت لو فهمت الفكرة الأساسية في الحاجات اللي بتيجي مع الكونجنكشنز اللي هو while وas وجاست as when، ما يهمنيش هم جايين في النص ولا جايين في الأول، أنا مش فارق معايا. يعني ايه مش فارق معايا؟ احنا قلنا while وas وجاست as، وفي بعض الأحيان when بيجي بعدها ايه اللونج اكشن، واللونج اكشن بيبقى ايه past progressive اللي هو بيتكون من ايه was aware بعد كده verb ing، يبقى سواء كانت في النص او في الاول مش فارق. اوكي، طب هي هنا اتحطت في النص it's اوكي اهو. طيب the phone rang while he was studying his lesson. ادي هنا عند التايم لاين، احنا في اللحظه دي، ودي البيريد اوف تايم، فتره زمنيه في الماضي. اوكي، احنا ده زي ما احنا شايفين ناحيه الشمال ده في التايم لاين ده الايه الباست ده present. في الباست ده في فترة زمنية اللي هي دي كان بيحصل فيها ايه؟ كان الولد ده او الشاب دوت كان بيعمل ايه؟ بيذاكر. he was studying. فجأة حصل ايه؟ the phone rang، التليفون رن. طب فين اللونج اكشن والشورت اكشن؟ ده الشورت اكشن. وفين اللونج اكشن؟ ده يا مستر، ده اللي خد فترة زمنية. ومين اللي حصل فجأة؟ هو ده. عشان كده الشورت اكشن بقى ايه؟ past simple، واللونج اكشن بقى ايه؟ past progressive was aware بقى كده verb. اي شيء، هي دي الفكره. يبقى روابط الكونجنكشن ديت بيجي بعديها زي ما احنا شايفين، بيجي بعدين اللونج اكشن ويجي قبليهم الشورت اكشن لو كانوا في النص. طب لو كانوا في الاول برضه هيجي بعديهم اللونج اكشن، والفعل الثاني اللي هيكون بعد الكوما في هو اللي بيسموه الشورت اكشن، يبقى في الباست. اوكي، هنفهم على فكره بالراحه بس كده معايا هتفهموها. كل الكلام ده هيتعاد تاني مره واثنين وثلاثه اثناء السيشن ده، والسيشن دي مهمه جدا جدا جدا. وبالاخص لما نيجي نخلص الكلام بشكل نظري كده نبدا نطبق في الاسئله، هتلاقي الدنيا وكل شويه عماله توضح، كل مدى عماله. وين شغلانتها سودا، وين دي يعني بتيجي معاها حاجات كتير قوي. هتلاقي بيجي بعديها باست سمبل، وبيجي بعديها باست بروجريسيف، وبيجي بعديها باست بيرفكت، وبيجي بعديها بريزنت سمبل، كل حاجه. اوكي، المهم ناخدها على قد عقلها كده دلوقتي في الموقف اللي احنا هي قدامنا فيه. وين بيجي بعد، احنا من شويه كنا بنقول بيجي بعدها ايه بروسس بروجريسيف، بمعنى بيجي بعدها اللونج اكشن. طب هنا انت حاطط يا مستر بيجي بعدها ايه بروسس، يعني بيجي بعدها ايه الفعل ايه الشورت. هو ينفع يجي بعدها الشورت؟ ينفع. طب والفيرب التاني انا كاتب هنا اللونج اكشن، الفيرب طويل اللي هو الاكشن اللي هو بياخد بيريد اوف تايم اللي هو بيبقى بروجريسيف اللي هو was aware بعد كده فيرب جي. لكن الباست سمبل احنا عارفين اما بيتبقى دي اما irregular ولازم. When my father called me I was doing my homework. احنا في اللحظة دي ده الباست كله. حصل ايه في الفترة ديت؟ حصل ايه؟ انا كنت بذاكر ولا مين كان بيذاكر؟ انا I was doing my homework. اوكي، حصل ايه؟ my father called me. طب my father فجأة كده وانا عمال اذاكر ومنهمك في المذاكرة، حصل ايه؟ بابا اتصل، تليفون رن. اوكي، يبقى ده فعل فجائي sudden action. ما دام sudden action يبقى الفيرب في الباست سمبل. طب والمذاكره نفسها اللي كانت واخده بيريد اوف تايم بقالي فتره عمال اذاكر، نفترض بقالك ما شاء الله عليك ربنا يحفظك بقالك دقيقتين ثلاثه بتذاكر ولا حاجه، فايه في ده تعتبر بقى ايه انجاز، وانت منهمك في المذاكره ففجاه حصل ايه التليفون رن. يبقى المذاكره تبقى باست بروجريسيف لانها لونج اكشن، عشان كده قال I was doing my homework. وهنا الفاذر الاتصال بتاع بابا ده حصل فجاه، يبقى when my father called me يبقى past simple. اوكي طيب next. خلي بالكم احنا قلنا وين ممكن تيجي في الاول وشفنا التركيبه، وممكن تيجي في النص. حته الاول وفي النص انا مجرد بس بحطها علشان تشوفوا الاشكال المختلفه، لكن احنا مش بنحفظ وين لما تيجي في النص يجي بعدها ايه ولا ايه، وين تيجي في الاول لا مش كده. وين حاليا اللي انا بقوله دلوقتي بشرحه، وين في اللحظه دي بيجي بعديها short action والفعل الثاني long action. I was studying English when the light went out. هنا عندي فعلين زي ما احنا شايفين، ادي اللحظه اللي احنا فيها، ده
الباست الماضي. Okay, I was studying English when the light went out. طيب نشوف كده في فعل كان مستمر اللي هو ايه studying، عشان كده بقى ايه بقى past progressive اللي هو become was aware وبقى كده verb مخلوق اي نجي. طيب English when the light went out، فجأة وانا عمال اذاكر English فجأة النور، فجأة النور، يبقى ده فعل ايه sudden، فعل ايه sudden، فعل ايه shorter من ايه من يعني يعتبر short action فعل قصير او sudden، او فعل interrupted another action او another verb، يعني فعل قطع فعل اخر، يعني يعتبر كده المذاكره كانت مستمره وفجاه النور قطع. طبعا مش قطعها في النص بالظبط وانا مش هكمل يعني، لا قطعها كده، يعني انا المفروض يعني ناخدها تاني طريقه تاني، نمسح دي اهو، انا المذاكره كانت شغاله وقطعها، هو المفروض كده وانا ما كملتش بقى لانه هو قطع المذاكره بتاعتي. معنى قطع ايه؟ مش قطعها من النص، قطعها من الاستمراريه. معنى قطع الفعل قطع معناها ايه؟ قطعها من الاستمراريه. اوكي، فما كملش، وقفت بقى ايه مش هكمل مذاكره، يبقى I was studying English when the light went. يبقى الفعل الشورت منع استمرار الفعل اللونج. طيب when بيجي بعدها ايه؟ عامه بيجي بعدها الشورت اكشن او الفعل الايه اللي هو بيبقى past simple، وقبليه او الفعل التاني هيبقى هو اللونج اللي هو بيبقى past progressive. خلي بالك احنا دلوقتي خدنا وين حاجتين، يا اما ممكن ينفع وين يجي بعديها past progressive اللي هو اللونج اكشن، وممكن يجي بعديها past simple اللي هو الشورت. طب اشمعنى وين بالطريقه دي بيجي بعديها اي حاجه؟ حط في دماغك كده وين عندها فيها مشكله مش قادر تركز، يا ريت تركز وين كده معانا او ما نركزش احنا معانا عشان نقدر نحل صح. اوكي، واي نشوف بقى وايل تاني، في وايل واز وجاست از، الاثنين past progressive. ايه المستر فين الباست سمبل؟ مفيش. ليه مفيش؟ لان الاثنين parallel، يعني الاثنين بيحصلوا مع بعض in progress at the same time. ال two actions were in progress at the same time، يعني الاثنين كانوا مستمرين في نفس الوقت. ده زي ما بقول ايه while I was studying my lessons my sister was watching TV. وانا كنت بذاكر دروسي my sister كانت بتشاهد التلفزيون. يبقى يعني مثلا في الساعتين اللي احنا قاعدين فيهم فيها بتشاهد التلفزيون وانا عمال اذاكر، فالاثنين يكونوا past progressive والاثنين يكون فيهم was aware back verb behind G. اهو فنلاحظ في التايم لاين اهو الاثنين ده البيريود اوف تايم ديت اللي بتكلم عنها، مثلا هنلاقيهم الاثنين مع بعض في نفس الوقت حصل. انا عمال اذاكر اهو، واختي ماي سيستر كانت ايه نعتبر دي اختي يعني، المهم كانت عماله تتفرج على الايه. اوكي نكست، هنا نفس الفكره. he was eating his food while his mother was ironing his clothes. هو بياكل، هي كانت بتكوي الايه الملابس بتاعته. الاثنين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت at the same، الاثنين كانوا in progress يعني مستمرين في نفس اللحظه. اوكي، والاثنين في الباست اهو، في الباست ده ناو دي اللحظه اللي احنا فيها، ده باست ناحيه الشمال ده الماضي. اوكي، فقال كده he was eating food while her mother was ironing او his mother was ironing his clothes. يبقى بالتالي while يا مستر ينفع يعني ينفع يجي بعديها past progressive والفيرب التاني past progressive، يعني الاثنين long action في I. طب مع while واخواتها ينفع يبقى في verb long action و short action، يعني واحد past progressive وواحد past simple I. اوكي، كل ده ايه ينفع. طيب نكمل ناخد بص بقى اللي هيخلينا نركز ونفهم نحل، بس يا ريت تحل، حاول تحل قبل ما انا احل، يعني في كل سؤال اعمل بوز، وقف الفيديو، حاول تحل بعد كده اسمع الشرح. My car down as I was driving to work. في هنا اي conjunction؟ في conjunction؟ فين is. تمام. طيب
my car down as I was driving to work. طيب جه بعديها ايه long. يا ريت في الاول فاضل long action short action long action short كده يعني long action interrupted action كده. يبقى هنا او interrupting action. I was driving to work. طيب my car down as I was driving to work. نشوف كده ده ايه؟ ده long action. عرفت منين؟ واخد a period of time. منين عرفت؟ برضو في was وفي verb اخوين. طيب نشوف الفيرب اللي عمال يتكرر. ليه بقى نشوف الفيرب اللي عمال يتكرر؟ ما تقوليش بقى يا مستر هنا past continuous يبقى او past progressive يبقى التاني past simple. نو ما ينفعش كده، ما ينفعش. امال ايه؟ لا ده ممكن يبقى past progressive وممكن يبقى past simple، ممكن يبقى long action ممكن يبقى short action. طب اعرف منين؟ افهم. طب نشوف الفيرب اللي عمال يتكرر هنا. قال لك breaks broke was breaking was being broken. طب ممكن زي ما اتعودنا في حاجات ممكن نحذفها. ايه اللي ممكن نحذفه؟ ده كده past يبقى دي ما تنفعش. اوكي يبقى شيء. طيب اتبقى دي broke past سيبوا الثلاثه دول. نشوف my car down as I was driving. الفيرب بقى break اللي هو عمال يتكرر ده معناه ايه؟ عطل. طيب العطله بتاعت العربيه، او لما اقول انا وانا امبارح كنت سايق العربيه ورايح الشغل وكده العربيه عطلت دي long action. يعني ينفع اقول وانا رايح الشغل اقول العربيه كانت بتعطل؟ ما هي كده. انا ممكن اقول مثلا وانا سايق العربيه كنت مثلا بتكلم في التليفون مثلا يعني. اوكي ده long action وده long action، يعني ده بياخد period of time وده بياخد period of time. لكن ينفع اقول والعربيه بتعطل وانا رايح بتعطل؟ لا مفيش. اقول العربيه عطلت وانا رايح الشغل العربيه عطلت. يبقى الفيرب بريك ما ينفعش هنا يكون يجي long action، لكن هو short بيحصل فجأة sudden action. فجأة كده وانا في العربية بيحصل ان هي ايه؟ الاقيها وقفت لحظة على طول. مادام طيب يبقى نشيل ده من دماغنا لان ده past progressive. انا عايز past simple وده past progressive بس في الباسيف هي ده. فهمتوا ازاي؟ يبقى my car broke down ايه؟ عطلت as I was driving to work. Next. Nada, when I rang the doorbell, I felt sorry for waking her up. Nada, when I rang the doorbell. في هنا conjunction. ايوه يا مستر. ليه؟ when. تمام. يجي بعدها ايه ويجي قبلها ايه؟ مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها long action short action. long action لان when دي ينفع الاثنين short على فكره، ينفع الاثنين long، ينفع واحد جه فيه sequence of actions يعني افعال تتابعيه بتحصل ورا بعضيها، واحد يحصل ويخلص وبعد كده يبدا التاني. فدنيتنا هتمشي بفهمنا. اوكي طيب نشيل ايه برضه؟ نفكر في اللي ما نشيله. هنا لقينا رانج ده باست، يبقى نشيل اي حاجه ملهاش علاقه بالباست اللي احنا شايفينه دي. ما دلوقتي هنا مش هتنفع خالص. الباقي باست باست. اوكي طب انهي بقى؟ ندى when I rang the doorbell I felt sorry for waking her up. انا زعلان ان انا او اسف ان على اني ايقظتها. اوكي متضايق ان انا صحيتها منه. اوكي يبقى ندى كانت ايه؟ والفيرب اللي عمال يتكرر نقراه كده، يعني اقراه كده انزعه من الحاله اللي هو فيها. المهم هو ايه؟ sleep. مش هو بقى هنا slept وهنا was sleeping وهنا لا، انزعه من الحاله اللي هو فيها في من الاستراكشر اللي هو فيه وقول هو sleep. يعني ايه؟ ندى كانت نايمه when I rang the bell. كانت نايمه. ده فيرب ده النوم ده بياخد ايه؟ لحظه كده نمت كده عملت كده يبقى انا نمت، ولا بياخد period of time؟ بياخد يبقى هو ايه؟ long action. long action يبقى past progressive. طب الباست progressive فين؟ ده مش past، ده past. ده passive. هي ندى نيمت تم تنييمها. لا when I rang the bell لا دي ما تنفعش passive. يبقى هي ديت was sleeping كانت نايمه when I rang the doorbell. وكده طبقنا اهي. جه بعد when past simple وجه قبلها past progressive بس. لكن انا ما فكرتش بالطريقه دي بيجي قبلها ايه وبيجي بعدها ايه. الموضوع مش كده. هو جه هنا ايا كان اللي جه هنا ده شورت اكشن. طب هنا ده شورت ولا لونج؟ لقيته لا ما ينفعش يبقى شورت، ده هنا
عشان الفيرب sleep ده بياخد period of time، يبقى هو long action، يبقى past progressive، يبقى was aware بعد كده verb action. When you called me I a shower, that's why I didn't reply. When you called me I a shower. لما انت اتصلت عليا او لما انت ندهت عليا. I a shower، انا باخد شاور. اهو الواضح من الفيرب ده have وعمال يتكرر باشكال مختلفه اللي معناه ياخد شاور. That's why I didn't reply. وده السبب ان انا ما ردتش. طيب برضه هنعمل نفس الفكره. ايا كانت ده شورت ولا لونج ده مش فارق معايا. When you called me I الشاور لونج اكشن شورت اكشن؟ لا بياخد وقت، ده ندخل ناخد الشاور مش عايزين نطلع. يبقى هو ايه؟ لونج اكشن. اللونج اكشن يبقى ايه؟ past progressive يا مستر. تمام. هو بيكون ايه؟ was aware بعد كده verb ing. طب من قبل ما نشوف الحته دي ايه اللي ممكن نشيله من دماغنا خالص؟ يا مستر شيل has دي ده present، وشيل has had ده present برضه بس present perfect. اوكي. طب was having و had had لعلمكم وين ينفع يجي معاها had had؟ ما احنا قلنا لما يكون في sequence of action، بس انا مش هشرحه ده، هنشرحه في يونت 2. المهم انا ما شرحتش، بس لما ناخد يونت 2 يجي لنا سؤال زي ده هنبدا نقول لا سيب دي وسيب دي ويبدا يفهم حاجه معينه. هل في ترتيب للاحداث ولا حدث قطع حدث تاني؟ هنا واضح when you called me لما انت اتصلت عليه I a shower، انا كنت باخد شاور، يبقى ده في حدث طويل اللي هو الايه؟ الشاور، وانا كنت لسه هكمل. يعني نعمل مثلا ايه؟ نشيل دي اهي. هنا بص انا باخد الشاور اهو، راح فين؟ هايلايت اهي. انا كنت ده اهو، ده الشاور ده مثلا، نعتبر فتره الشاور بتاعتي كل الفتره دي وانا شغال وناوي يعني اكمل وي فجاه بابا اتصل عليا، ده الاتصال فقطع عمليه الايه؟ الشاور. اوكي. يبقى when you call. طب مين بقى اللي كان مستمر؟ يبقى هنا was having هو ده. اوكي. next. While I the door of my flat I heard a loud noise in the street. هشيل ايه لو سمحتوا قبل ما افكر، قبل ما احل؟ هشيل دي يا مستر. طب ليه؟ لان ده في فيرب هنجي لازم يكون في فيرب تو بي او اي حاجه يعني ليها علاقه بالستراكشر والتركيبه دي، فما فيش. بقى طب ايه؟ was shutting was being shut had shut. طيب had shut دي ما تحطوش في دماغك، هو ده past perfect ومش هيجي مع واي عامه يعني. طيب يبقى لي was shutting was being shut. The doorbell of my flat I heard a loud noise in the street. طيب نشيل ايه بقى؟ او هنا نفهم ايه؟ طيب while I the door of my flat I heard. عامة اللي احنا ثابت معانا ان while دايما بيجي بعديها long action اللي هو تركيبته was aware وبعد كده verb يجي بعديها مباشرة كده اهو. طب ما نفهم برضه. The doorbell my flat I heard. فجأة لما the door of my flat shutting هو الفيرب بيتكرر shut يعني يغلق، وانا بقفل باب الشقه I heard a loud noise in the street. طب هتقول لي هو يا مستر قفل الباب بياخد وقت؟ ممكن اديني بعمل كده، قفلته مسكت المفتاح تك 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 باخد وقت كده يعني، ربما يكون وبعد كده في باب تاني مثلا باب حديد ولا المهم خد ايه period of time. طيب while I the door of my flat I heard a loud noise. سمعت بقى ايه على ودني كده noise دوشه in the street، وواي بيجي بعديها long action يا past progressive يبقى هي ايه. okay. While my brother the match I was writing an essay. نشوف كده في while وفي was. تمام قوي كده. يبقى ده الجملة دي past، تفكيري كله في الباست، سمستر كله past، يبقى أنا ماشي خلاص. خلي بالك while هنا مش هيجي بعديها ما احنا قلنا بقى while my brother the match I was writing an essay. هي while بيجي بعديها دايما يا مستر اللي long action. هو long action هو في ايه؟ هو ينفع 2 long action مع while، يعني ان الفعلين كانوا بيحصلوا مع بعض. يبقى while my brother was watching the match I was writing an essay. واخويا كان بيتفرج على الماتش انا كنت بكتب المقال.
تمام كده؟ تمام. next doing when I killed you. اللي بالك ده ايه؟ question سؤال. شيل ايه؟ لو سمحت شيل لي حاجات بقى، نضف لي الدنيا ديت عشان اعرف اشتغل على نظافه. يعني ايه انا هعمل ايه؟ تشيل لي دي ما تنفعش تيجي مع ايه؟ مع اليو. قصدي ما ينفعش اليو مع سؤال كده، يعني ما نبداش باليو، ما ينفعش. طيب طب ينفع وير يو؟ تنفع. طب وات يو وير هنا ما تنفعش. بس انا فاكر حاجه زي كده كان فيها اسم استفهام فاعل فعل، ده في ريبورتد سبيتش، مش هنتكلم فيه دلوقتي، لكن وفي علامات ليها تشوفها هتعرف على طول. هنقولها لك، هقولها لك ان شاء الله، او هقولها لك ان شاء الله. وات. طيب بقت وير يو ولا وات وير يو؟ الاثنين تركيب السؤال صح. فاكرين تركيب السؤال؟ قلنا helping verb subject verb، ده WH، ده بتاع اليس نو question، او WH word helping verb subject verb دي. طب ايه اللي متطبق فيها الكلام؟ في الاثنين اهو، helping verb subject. طب والverb ما هو تمام. طب دي WH word helping verb subject verb. فين الverb؟ ما هو يا مستر ده ما الاثنين اهو، ما الاثنين ينفعوا يعني؟ لا هي واحدة. ايه المينينج بقى؟ شوف الكونتكست قدامك، المينينج المعنى. doing when I killed you، يبقى نقول ايه؟ what were you doing when I called you؟ كنت بتعمل ايه لما انا ندهت عليك او اتصلت عليك. next while my brother the match I was writing an essay. دي متكرر سؤال، قلنا فيها ايه؟ اهو was watching. when the door bell rang we lunch. يعزف نشوف rang يا مستر باست، نشيل الدنيا دي بتنفعش، ده present ما تجيش معانا. اوكي ايه we're had mom head we're having. نختار ايه؟ بص معايا كده. when the doorbell rang we lunch. ادي when the doorbell rang جه بعديها ايه؟ short action. لما الدوربل rang، لما رن جرس الباب، جرس الباب. we lunch نعمل ايه في اللانش؟ هنا had وهاد وهافينج دي معناها إيه؟ قلنا ايه؟ انزع الاختلاف في الفيرب اللي قدامك وترجمه بحاجه واحده قريبه عشان الدنيا تمشي. اللي هو have معنى يتناول، يعني احنا كنا بنتناول، ولا تناولنا. when the doorbell rang we had lunch. طبعا احنا عشان بنشرح دلوقتي بس الباست بروجريسيف باست سمبل هنختار we're having، كنا بنتناول. طب هو كان ينفع يا مستر هيد؟ هو كان ممكن ينفع، بس ايه نسيبها دلوقتي، مش هنحط هيد. هو كان ينفع اللي احنا when the doorbell rang we had lunch، كنا تناولنا. لما رنت جرس الباب احنا كنا تناولنا، لسه كنا قايمين، معناها كده we had lunch، كنا الحمد لله كنا خلصنا اكل. طيب فانا ده هحذفه من الاختيارات، يعني ده اكنه اعتبره ده مش موجود اصلا. يعني لو عملنا كده ما نلخبطش الدنيا اهي او توتر، ده ايه؟ مش موجود. خلاص احنا بنختار ما بين سي وبي ودي. next ايه؟ the police arrested him as he the scene of the crime. طيب the police arrested him، قبض عليه as he the scene of the crime، مسرح الجريمة. مسرح الجريمة، غير اللون بس. The police arrested him as he is the scene of the crime. had left was leaving has left. نشيل ايه عامة؟ ده past يا مستر، ده past اهي. شيل لو في حاجة كده present ولا حاجة ما تنفعش هنا. had left was leaving was left. طيب نختار ايه بقى؟ the police him as he the scene as he يبقى هنا ايه؟ هنا نبص كده arrested دي معنى ايه؟ قبض على. طب هو القبض دي بتاخد ده ايه؟ شورت اكشن ولا لونج اكشن؟ لانه اول ما يمسكوه خلاص يعتبر قبضوا عليه، لكن السيتويشن اللي هو قبل القبض عليه ده كان مطاردة مثلا، حاجة تانية مطاردة، لكن عملية القبض هي لحظية.
مسك خلص، يبقى حصل تم القبض. يبقى the police arrested him as he the scene of the crime. يبقى هنا ايه؟ was leaving، هو كان بيغادر مسرح الجريمة. next. What yesterday while the match was being broadcasted. broadcast يعني ايه؟ يذاع. What yesterday ده سؤال. انا بكتب حته السؤال برضو عشان نشيل على طول كده في حاجه تتشال. دي يا مستر، دي هتتشال لان مبدوءه بيو. ما ينفعش في السؤال كده، ما ينفعش اقول وات يو. الباقيين ينفعوا، بس هنا دي past ودي present يبقى انشا. يبقى لي اتنين. were you done were you doing. done ولا doing؟ were you done. نشوف بقى، خلي بالك were you done ايه الفرق بين دي؟ على فكره passive verb to be وتصريف تاني. دي تركيب الباسيف في السؤال، دي تركيبه الاكتف في السؤال، واللي زمانها passive في الباست simple. past simple بس ايه؟ passive. دي were you doing دي past progressive لكن active. اوكي. هنا بقى while the man، انت مثلا قلت لنا ان while دايما بيجي عليها long action ان هو past progressive. فين ال past progressive ده؟ هو was were capital G. اقول لك ايه؟ was being، ان احنا خدنا ده passive. object was aware being past participle. اوكي. طيب what yesterday يبقى what were you doing، لان هنا what انت كنت بتعمل ايه؟ انت يبقى الجمله active. while I my bicycle هبه was having a walk. while بيجي بعديها long action. اوكي. طيب نشيل الاول ايه بس عشان ما نضيعش وقت. نشيل دي يا مستر عشان نبقى نجي على طول. نشيل دي بلازا. ورود او was riding، احنا قلنا ان while بيجي بعديه long action يعني past progressive يبقى me. next. Nada entered I was making a telephone call. Nada entered I was making a telephone. ندى دخلت وبقى كده سبيس I was making، كنت بعمل تليفون كول. انا بتكلم في التليفون او بتصل يعني. يبقى during ولا before ولا after ولا while. بص احنا دلوقتي ما خدناش اولا during بيجي بعديها noun، وده هناخده النهارده في السيشن دي وهنعرفه. يبقى هنا ما تنفعش، ده هنا في subject و verb. before و after مالهاش علاقه بالموضوع بتاعنا دلوقتي. يبقى هي ايه؟ while، واحنا عارفين ان while بيجي بعديها long action و long action. اوكي. Rihan the flat while her sister was washing up. في ايه؟ في واي بيجي بعديها ايه؟ long action. بس فين ال long action او was washing؟ was وبعد كده verb ing. طب نشيل ايه بس عشان ما تلخبطش؟ شيل لو سمحت ديت وشيل ده present وده gerund، ده ما ينفعش. يبقى اما past simple اما past continuous. طب واي بيجي بقى ليها ايه؟ ده انا هحطها ليها. ما بيجيش كده يا مستر. امال بتيجي ازاي؟ احنا بنفهم. مفيش حاجه اسمها احفظ بيجي قبلها ايه وبعدها ايه. هو بيجي بعدها الاثنين. سوري، بيجي قبلها الاثنين. ممكن يجي الفيرب الثاني، ممكن يجي لونج اكشن او شورت اكشن، ممكن يبقى باست سمبل او باست بروجريسيف، حسب ايه؟ حسب الفهم. طيب نفهم كده. ريهام the flat while her sister was washing up. ريهام space the flat while her sister was washing. هنقول ايه؟ ريهام نظفت الشقه while بينما اختها كانت بتغسل المواعين او الاطباق. نظفت الشقه while بينما، لا، كلمه while يبقى الاثنين هنا لازم الفيرب هنا لازم يكون لونج اكشن. هنا الغسيل في المعنى، في الكونتكست ده، في الجمله دي لازم كمعنى لوجيك كده لازم باست. اقول ريهام كانت تنظف الشقه لما اختها كانت بتغسل الأطباق. يبقى دي as I was doing the washing up. وانا هنا doing the washing up يعني بعمل غسيل الاطباق. في هنا as لكنها وايل يعني، وبيبقى بعدها لونج اكشن لان غسيل الاطباق بياخد فتره طويله. I glass. glass هنا معنى ايه؟ تدي معنى كوب زجاجي. طيب نشيل ايه من دوانا الاول خالص؟ هنشيل دي يا مستر بريك، لان ده يا اما infinitive يا اما present. تمام. البقى دي هنا مع as وكده مفيش past perfect، وهنعرف بعدين يعني. اتبقى لي بقى
يا اما broke يا اما was breaking، يعني اما past simple يا اما past progressive، بمعنى يا اما short action يا اما long action. as I was doing the washing up a glass، هو الجلاس والفيرب اللي بينزع لي بريك، الفيرب الكار ده بريك انزعه من التركيبه بتاعته قولوا بريك، خليه كده كأنه مصر. هو الكسر بياخد a period of time، ينفع يكون long action، هو ينفع اقول as I was doing the washing up وانا بغسل الاطباق فجأة كده وقعت مني كوبايه واتكسرت، هقول كنت بكسر الكوبايه ولا اتكسرت فجأة كده اتكسرت، يبقى ده فعل فجائي sudden action. sudden action يبقى short action، short action يبقى past simple، past simple يبقى verb. next dad was talking when I into the room. was coming am coming came come. طبعا هنا برضو was coming and she come دي مش معانا، دي مش معانا مالهاش علاقة، ده كل ده present بس. was coming came. طب نشوف بقى dad was talking when dad كان بيتكلم when I into the room، لما الفيرب come ده يعني هو come into يعني أو came into يعني لما دخلت. هل حالة الدخول دي بتاخد period of time ولا مجرد أنا فتحت الباب أنا دخلت؟ خلاص يبقى ده مش long action، ده short action، يبقى past simple يبقى came. C. Okay. I was putting the children to bed the phone rang. هنا في ايه the long، وانا بنيم الأطفال the phone rang، التليفون rang. اوكي طيب هنا بقى هنشيل دي ملهاش علاقة بالموضوع عندنا ودي before، يبقى when and why. هنختار ايه؟ هنختار while. طب ليه مش هتختار when؟ هنقولها بعدين يعني أجلوا لي السؤال ده في نفس السيشن دي، هنقول الفرق ما بين when و while بتفصيل. اوكي مشروح. طيب next more بقى، هنا بقى اللي انا بقول لكم بتفاصيل اكتر. while بقى خلي بالك ان while عامه من ضمن الحاجات احنا عرفنا بيجي بعديها long action اللي هو was aware بعد كده verb ing، لازم طبعا قبل was aware لازم يكون في subject. لكن while ينفع يجي بعديها verb اخره ing، زي اقول كده while playing، ما مش لازم اقول while I was playing، ينفع اقول ايه while playing he fell down، while playing he fell down. بس هو الافضل في استخدام while عشان هنفرق ما بينها وبين when، لان هناخد when برضه بيجي بعدها verb ing. اوكي ودي جزء كده فيها confusion كده في لخبطه، ان في الغالب والافضل والاحسن ان انا لما اجي مع while والفيرب اللي يجي بعديها اللي هو اخره ing يبقى مع specific situations. يعني ايه specific situation؟ يعني موقف خاص، موقف معين، مش general fact مثلا او general situation او حاجه repeated كده في حياتي كلها زي ال present simple، لا ده موقف معين حصل في لحظه معينه في الماضي. while playing وانا بلعب، امتى بلعب؟ ممكن يكون امبارح يعني وانا playing yesterday مثلا he fell down، او هو يعني while playing he fell down وهو بيلعب امبارح مثلا he fell down، يبقى ده specific situation، موقف محدد مخصص. اوكي when يجي بعدها verb ing I، بس امتى؟ مع general. يعني ايه general؟ شوفوا ده when arriving home from work I had a shower. اوكي يعني لما برجع البيت باخد شاور. لما كنت يعني كأني بتكلم عن repeated action in the past، حاجات كانت متكررة بتحصل بشكل على طول دوري على طول كده، بس فبتكلم عنها in general. مادام بتكلم in general مش موقف معين، يبقى ممكن ينفع استخدم مع الجيرند دوت اللي هو verb ing، ينفع استخدم when arriving home from work، لما كنت برجع البيت على طول كنت باخد شاور. يبقى انا كده افهم من كده ان انت بتتكلم ان جنرال. كل ما كنت زمان يعني مثلا اول ما ترجع من البيت من الشغل تاخد شاور، كل ما ترجع من البيت من الشغل تاخد شاور. اوكي يبقى ده بتكلم ان جنرال. يبقى لو فهمت عندك فيرب اخر جي، فهمت ان السيتويشن
specific situation عن موقف معين حصل ربما مرة واحدة يبقى وايل. لا، حاجة بتكلم فيها in general وبعملها كتير في الماضي يعني هنستخدم when ونحط بعديها الفيرب آخره ing. طب افرض نفترض جاب لنا موقف in general مثلا ما حطليش when، استخدم while. لكن لو حط لك الاثنين الأفضل استخدم when. طيب أهي أنا حاطط لك الاثنين مع بعض. While playing he fell down. When arriving I had a shower. ده general، ده specific situation. While playing he fell down أنا بتكلم عن إيه specific situation. لكن when arriving I had a shower لما بوصل دايما من العمل مثلا I had a shower أنا بتكلم إيه ده injured. on إيه on دي؟ on ينفع برضو يجي بعديها verb آخره ing أو noun بمعنى عندما حينما، بس ليها كده حتة كده هتفرقها عن while مثلا. فقلت هنا إيه؟ on seeing the police the thief ran away. طب ينفع أقول while seeing the police the thief؟ لا. طب اشمعنى on مش while؟ لأن on لما يكون في المعنى والجملة الكونتكست دوت المعنى والمغزى بتاع الجملة يبين سرعة الأداء، حاجة عملتها بسرعة ده على طول حصل بعديه على طول الإيه الران أواي. شاف جاي لمس السخط شال إيده كده يعني on. لكن ما نقولش while. while بقى تيجي بعدين ايه الفيرب اللي بياخد فتره صغيره on while سوري while ما ينفعش استخدم هنا while. ليه؟ عشان while هي المفروض يبقى فتره طويله يعني اقول while playing حاجه كده بنلعب while watching TV. واحنا قلنا برضو on بيجي بعدها ايه noun او on arrival ده noun جاي من arrive. on arrival home لما وصلت البيت I saw Mr. McDonald معناه ان انا شفته بعد ساعه مثلا. لا انا شفته على طول لحظه الوصول. أي الشرح أهو. When the thief saw the police he ran away على طول. When I arrived home I saw Mr. Mitwell. during معناها اكتب أنت بقى أثناء، مش لازم أنا أكتب لك عربي أثناء. أوكي. during معناها أثناء، during بيجي عليها إيه؟ noun. أوكي noun. زي during my stay in England أثناء إقامتي في England I learned English. ممكن اللي هي معناها while I was staying in England I learned English. طبعا learned ممكن تبقى بالتي زي هنا أو بالإي دي. أوكي. during my stay with a noun stay معناها إقامة. أنا إقامتي في إنجلترا I learned. طيب the difference between while when and on. إحنا دلوقتي شرحنا while وwhen وon وduring يعني بره اللخبطة دي شوية عشان هو بيجي بعدين noun. ايه الفرق ما بينهم؟ in the case of following by verb ing في حالة لما يجي بعديهم verb آخره ing لأن on ممكن يجي بعدها noun أو verb ing. نشوف هنا while studying my brother was playing football. When arriving work I had my coffee. On seeing the thief I called the police. ايه الفرق ما بين التلاتة جه بعدهم verb ing. كل واحدة ليها معنى مغزى معين. While studying my brother was playing football. وانا كنت بذاكر اخويا كان بيلعب. وهنا while جه بعدها verb اخره ايه ing. والموقف ده موقف ايه specific، موقف خاص. يعني ايه موقف خاص؟ يعني بتكلم عن حاجه معينه، موقف حصل مثلا امبارح من ساعتين من اول امبارح الاسبوع اللي فات، موقف معين. اوكي. فالستادينج دي مش بتكلم بشكل عام. هنا when arriving work لما بوصل للعمل ده ايام ما كنت بشتغل مثلا، او انا بعتبر نفسي مثلا ما كنت بشتغل في المكان الفلاني، كنت اول ما اوصل I had my اخد القهوه بتاعتي. بتكلم عن ايه in general بس في الباست. كنت دايما لما اول ما اروح الشغل القهوه بتاعتي لازم يجهزها لي على طول. يبقى ده ان ايه in general، بتكلم in general بس in general فين past، فجي بعديها في البرج. بتيجي الحاجات اللي هي بتحصل بسرعه كده. on seeing the thief اول ما شفت الثيف وده I called the police. اتصلت شفته ايه حرام ايش يبقى on seeing معناها سرعه في الاداء، سرعه في الاداء، حصل الموضوع التاني ده بسرعه. on seeing the thief I called the police.
all. ايه all دي جبناها في الموضوع ده ليه؟ ليه؟ We can use all with the past progressive tense. احنا خدنا ال past progressive في الحصة اللي فاتت ديت ولا السيشن ولا الفيديو اللي فات في السيشن اللي فاتت يعني. خدنا ال past progressive او في keywords على فكرة كنا حاطين all معاهم بس حطيناها هنا كنوع من التأكيد. خلي بالك لما تلاقي all day, all night, all morning, all evening معناها all ايه؟ معناها مثلا لو قلنا all day نعتبر ده اليوم كله، اليوم كله. يبقى اليوم اهو، اليوم اهو طول اليوم كده، بقول all day طول اليوم يبقى في حركات مستمرة بس في الباست. اوكي يبقى استخدم past progressive. اهو I was watching television، انا كنت بشاهد التلفزيون all day. يا عم قوم ذاكر all day، مفيش وقت للكلام ده. لو سمحت اقعد ذاكر yesterday. اوكي طيب هو احنا دلوقتي خدنا ايه؟ خدنا ان في حاجه past simple وحاجه وزمن، يعني خدنا التنس بتاعنا past simple، بعد كده خدنا past progressive، وبعد كده قارنا ما بينهم، بعد كده خدنا conjunction، بعد كده خدنا في بعض time markers والكلام. دلوقتي قلنا كل الافعال حطها بقى في الباست سمبل، حطها في الباست بروجريسيف، انت حر. هل كل الافعال ينفع احطها في الباست بروجريسيف او اي حاجه بروجريسيف سواء كده باست بروجريسيف او بريزنت بروجريسيف او حتى فيوتشر بروجريسيف؟ ينفع؟ لا، في بعض الافعال بيسموها stative verbs. دي ما تنفعش ايه تتحط في الايه في الباست بروجريسيف، ما ينفعش في الماضي المستمر. اوكي زي او هم ايه زي يعني نقول زي ايه، هو مش كلهم هنا يعني. اول حاجه نشوف هنا مكتوب ايه some verbs are not used in the past progressive tense، يعني بقول لك بعض الافعال لا تستخدم. ناخد بس الليزر. some verbs are not used in the past progressive tense. ما ينفعش نستخدمها في الباست progressive، ما ينفعش نستخدمها في البريزنت progressive، ما ينفعش نستخدمها في اي حاجه اي تنس فيه progressive. اوكي ما ينفعش. but are used in simple past، لكن تستخدم في simple past او في simple present، اي حاجه simple. اوكي even with، حتى لو مع progressive tense markers، حتى لو كان عندنا الكي ووردز، كلمات الداله او الكلمات الزمنيه الخاصه بزمن البروجريسيف ده، سواء كان progressive في ال present او في الباست، حتى لو موجوده برضه ما تختارش ايه simple. ما ينفعش تختار مثلا past simple، ما ينفعش present simple معاهم. هم كده ليه؟ نشوف هم ايه دول. هم الافعال دي، يا ريت بقى سكرين شوت كده وخد. اوكي في sensory verbs, emotional verbs, mental verbs, possession verbs اللي هي بتاعت الملكيه. sensory اللي هي الحواس، emotional العواطف، الحاجات اللي هي الافعال اللي لها علاقه بالعواطف. المنتال verbs اللي ليها علاقه بالعقل والتفكير. possession verbs اللي هي اللي ليها علاقه بالملكيه. طبعا الافعال واضحه وظاهره. هي دي مجموعه الافعال الستيتيف verbs اللي ما تنفعش تيجي في progressive بشكل عام. طيب stative verbs زي هنا نشوف المثال ده. when my teacher was clarifying the lesson I understood it. when my teacher was clarifying هو بيشرح. clarify يعني معناه يشرح مش explain. اوكي طب هو يا في فرق ما بين explain و clarify؟ explain اشرح لك كل حاجه زي ما انا بعمل كده، لكن clarify بيبقى في مشاركه ما بيني وما بين طالب. ده لما بيكون اون سايت. يعني ايه اون سايت؟ في حضوري، يعني انت معايا، بيبقى في شغل جروب ورك وبير ورك ومش عارف ايه. ده كلاريفاي بقى، ده الشغل الصح يعني، او شغل الكورسات وكده. اوكي طيب when my teacher was clarifying the lesson، هو بيشرح الدرس، بيوضح لنا الدرس، بيحصل ايه؟ I understood it، انا فهمت او بفهمه يعني. هنا نلاحظ ان understood ما قالش مثلا I was understanding it. ما هو اكيد هو طول ما هو عمال يشرح كل شويه يقول فكره جديده، فانا عمال افهم ومستمر في الفهم. مستمر في الفهم، بس ده ليه علاقه بالمنتال، حاجات المنتال، التفكير، العقل. يبقى ما ينفع. بص هنا mental verbs understand من ضمنها فما ينفعش
لحاجات التفكير دي مش اكشن فيربس، فما ينفعش تيجي في البروجريسيف، يبقى في تيجي في الايه، في السمبل. سمبل ايه؟ سمبل باست اهي سمبل. اوكي، نحل بقى عشان نشوف احنا فاهمين ولا مو فاهمين. question 1 space the film I ate popcorn and drank juice. لو بصينا كده طبعا حاطط لي في الاوبشنز الفور اوبشنز بتاعتي A as while during and when. طيب لو لاحظنا هنا في هنا ايه the film. طب the film ده ايه؟ the film ده ايه؟ الفيلم ده ده noun يا مستر. طب مين اللي بيجي بعديهم noun في دول؟ during. اوكي next watching the film I ate popcorn and drank juice. المرة دي watching ايه ده verb اخره ing. طيب إيه مين اللي بيجي من دول بعديهم على طول verb اخره ing؟ while. تمام. next my sleep I had a nightmare. كابوس. nightmare معناها كابوس. طب my sleep دي ايه؟ ده noun. طب مين اللي بيجي بعديها noun؟ during. تمام. طيب next touching the hot pan. هنا دي بقى touching the hot pan. Sama cried in pain. Sama cried in pain يعني صرخت ألما. in pain يعني متألمة. طب مين ده ايه؟ ده verb آخره ing. طب مين اللي بيجي بعديه verb ing؟ during لا، بيجي بعدين now. if دي من أجزاء. while ولا on؟ الاتنين بيغسل بيجي بعده verb. لكن فين اللي بتدي سرعة رد الفعل؟ on touching ولا while touching؟ لا on touching. هي دي بتاعت سرعة رد الفعل. سرعة الايه اللي هي ان هي اول ما لمست حصل ايه؟ cried in pain. صرخت بسرعة، يبقى on. طيب number 5. بص انا عامل هنا شباب وبنات. طبعا كلمة شباب تشمل البنات والولاد. السؤال ده عمل عليه ستار، يبقى مهم. يا ريت حاول كده الاول تحله الاول لوحدك قبل ما تشوف الحل معايا. اوكي نشوف بقى. space my arrival home I saw that no one was there. ده ايه؟ ده noun. جميل. مين اللي بيجي بعديه noun؟ مش as يا مستر. تمام. مش while يا مستر. تمام. يبقى اما during يا اما ايه؟ اما on. احنا على فكره خدنا during بيجي بعديها noun، و on ينفع يجي بعد الفيرب ing او noun. الله، طب ايه الفرق ما بين؟ طب انا كده اختار ازاي؟ ركز. my arrival home I saw that no one was there. هقول during my arrival home I saw that no one was there ولا on my arrival home I saw that no one was there. بص لو ركزت كده قول لي كده، هسألك سؤال وانت رد على نفسك. فين اللي فيه سرعة؟ فين اللي يعني السؤال ده او ما بين during و on مين اللي بيجي معاها الحاجات اللي فيها سرعة؟ سرعة في رد الفعل او سرعة للفعل التاني بيحصل او بيظهر قدامي او كده. هل during ولا on؟ هي on. طيب هقول كده on arrival home I saw that no one. يبقى هي الحل on مش during. ليه؟ لان هنا معناه on arrival home الوصول ما بياخدش فترة زمنية. مش هينفع اقول وانا بوصل اثناء وصولي. مش مفيش اثناء وصولي. هو انت مادام ظهرت يبقى انت وصلت. مادام ظهرت قدام الناس كلها في اللحظه دي يبقى انت وصلت. يعني ما بياخدش period of time. دايما during عامله زي واي، بتاخد معاها period of time، فتره زمنيه للي بيجي بعدها. اوكي يبقى on هي دي عامله زي ايه؟ on touching the pen. on touching the pen مثلا سهى cried out on touching the pen. هنا on my arrival home عند وصولي، في لحظة وصولي I saw that no one was there. أول ما وصلت ما لقيتش حد، ما فيش حد لقيته خالص في البيت مثلا. أوكي دي معناها. During the football match he fell asleep. أثناء الفوتبول ماتش he fell asleep. ينفع أقول هنا on the football match؟ لا. ليه؟ لأن الفوتبول ماتش بياخد period of time كده، واخد وقت، مش حاجة كده في لحظتها. اوكي ده بياخد فتره. يبقى during حتى لو هنا حط لك اختيارات ما بين during when او on هتختار ايه؟ during. هنا ما تنفعش مثلا on. during the football match he fell asleep.
نام اثناء الماتش. طب هو بدل ما نام اثناء الماتش، على فكره السؤال ده جاي ليه يعني؟ على فكره بيجي لك سؤال structures، يديك جمل كده ويقول لك دي معناها ايه، او الستراكشر ده معناه ايه. ده مهم قوي. This means he was a player in that match. The match might have been boring. That match was very exciting. He watched the whole match. طبعا هو نام يبقى ما شافش، يبقى دي ما تنفعش. That match was very exciting. كان الماتش مثير، ما كانش نام. ما كانش نام لو كان مثير. He was a player in the match. ده بيقول لك ماتش هينام وهو بيلعب الماتش؟ مش معقول طبعا. هو اكيد هنا بيشاهد الماتش يعني. يبقى هي ديت the match might have been boring. ده ربما يكون الماتش ايه، ممل، عشان كده نام. طب ليه قال might؟ ما قالش اكيد يعني، ما قالش ليه the match was boring؟ لان ربما يكون نومه ده بسبب ان هو كان تعبان، عشان كده قال لك might. Talking to a client, the manager's mobile rang. it ملهاش علاقة بالموضوع عندنا. so ملهاش علاقة بالموضوع عندنا. during بتجي دي نون اصلا. while. طب لو حط لك هنا، او بلاش نقولها، بلاش، هي كده تمام اهو. يلا بعديها. try to open the door, I broke the key. اشيل ايه من دماغي؟ شيل يا مستر during لازم، شيل as. اوكي طيب هنا دي ولا دي just as او while؟ احنا عندنا verb خلينا يبقى while. اوكي بس. while I at the club I played tennis. احنا ده في خلي بالك، احنا خرجنا بره الفيرب خلينا ما تتلخبطليش، ما تتلخبطش. the club I played ده في الباست، يبقى شيل دي. اوكي وشيل دي. ده present، بقى اما was اما was being. بص was being دي كستراكشر بتيجي مع الباسيف، يعني لازم يكون في past participle. عندك هنا past participle بعد السبيس دي، هنا في past participle لا، يبقى هنا ينفع was وحدها؟ طبعا ينفع. while I was at the club I played tennis. لما كنت في الكلاب I played tennis. the flight I was reading a book called To Whom the Bell Tolls. the flight دي the flight ده noun. تمام. مين بيقعد يناون؟ during. خلاص معروفة يا مستر، دي حاجة سهلة جدا. I made toys when I was young. my toys when I was young. دي was شيل على طول. حاجة تانية هنشيلها؟ لا ازاي؟ لا فوق معايا شوية، انتوا باين عليكم تعبتوا. ازاي ما فيش حاجة تاني؟ لا في. فاكرين الستيتيف فيربس؟ يعني مش فاكرين ولا حاجة، بس يعني الستيتيف فيربس اللي الافعال ما تجيش في البروجريسيف. ايوه هي دي. طيب نعمل ايه فيها؟ قلنا ما بتجيش في البروجريسيف، يعني past progressive ما تجيش فيها، present progressive ما تجيش فيها مستمر، يبقى نشيل دي. love دي ما تنفعش. اللove ده احساس موجود ثابت، يا بتحب يا ما بتحبش. مش هينفعش اقول لك انا بحب، ده تامر حسني هو اللي بيقولها حلو، لكن الحب ثابت، يا بتحب يا بتكره. لكن ما ينفعش اقول لك انا في اللحظه دي، انا امبارح كنت بحبك قوي في اللحظه دي. لا مش ما بتجيش كده يعني. الاحساس بيبقى ثابت او الشعور بيبقى ثابت، فبالتالي ما ينفعش نعبر عنه حاجه بروجريسيف اللي هي بتدل على حاجه مؤقتا بتحصل في فتره زمنيه معينه. خلي بالكم، يمكن كويس احنا افتكرنا الحته دي، ان اي حاجه بروجريسيف زي past progressive و present progressive دي حاجه مؤقته temporary، يعني بتحصل في فتره زمنيه وانتهت. يا اما بتحصل دلوقتي وبعد كده خلاص هبطلها، يا اما كانت في past progressive في الماضي فتره معينه، مثلا من الساعه كذا للساعه كذا كانت بتحصل الحاجه دي وانتهت. لكن الاحساس بيبقى امر تاني. ما ينفعش يبقى ايه، ما ينفعش اقول لك انا كنت بحبك في اللحظه دي والحب شغال وقايد في الدوره، ما ينفعش، ما فيش كده يعني. اوكي يبقى الستيتيف فيربس وزيها زي الحاجات العقليه كمان وكده، كل ده ما ينفعش يجي في الايه، في البروجريسيف. يبقى هشيل دي. لا طب ما هنشيل دي يا مستر. اقول لك ليه يا بابا؟ هتقول يا مستر ما هو was being ده معناه بروجريسيف بس في الباسيف. برافو عليك ما شاء الله، ربنا يحفظك. اسمك ايه؟ تمام.
هنا بعد كده يبقى هنا اختار ايه؟ loud. تمام، نشوف كده صح ولا لا. صح، تمام. يبقى I loved my toys when I was young. ما ينفعش اقول انا كنت بحب، ما انا كنت بحب يعني فتره وبس، يعني في فتره معينه في لحظات معينه، لا. عامه حط في دماغك ان الستيتيف فيربس عامه بشكل عام ما بيجيش في الايه اي بروجريسيف. والبروجريسيف على فكره بروجريسيف يعني كونتينيوس، يعني مستمر في كل الازمنه تقريبا، فيها مستمر. يعني في المضارع البسيط هو present simple فيه مستمر present progressive، وده لسه هناخده. في past simple خدناه، وفي past progressive، في future وفي future progressive، وفي present perfect في present perfect progressive، كله فيه progressive. يبقى الله واخواتها كلهم ما يجوش في اي حاجه فيها استمراريه. while studying خلي بالك كويس he sleep. وانا بذاكر فجاه وقعت كده نمت، يبقى ايه؟ يبقى عايز بص ليه؟ ده فعل فجائي وشرطي لسه بيحصل في لحظه، انا وقعت ونمت، يبقى فعل. سي I heard loud noise. سمعت صوت عالي او ضوضاء عاليه. My sleep last night. ده ايه my sleep ده؟ ده noun. طب مين اللي بيجي بعديها noun؟ during. next. question 14. زي ما انتم شايفين يا شباب، عندنا طبعا موجود هنا ستار، معناها خلي بالك من السؤال ده في فكرة جديدة. طيب هنا space the holiday. ده الايه؟ ده noun. اوكي I had a great time in general. طيب عندي هنا طبعا بدل noun تنفع while؟ لا. تنفع when؟ لا. تنفع on؟ ممكن. تنفع during؟ ممكن. طيب تمام. نختار ايه؟ هنا بدل ما الله يا مستر، حد بيسأل دلوقتي يا مستر ما هو on بيجي بعدها نون وduring بيجي بعدها نون واصلا احنا حافظين وعارفين ان holiday بتاخد on. تمام، يعني نختار ايه من الاخر؟ نختار on يا مستر. تمام، برافو عليكم ما شاء الله. غلط، هي نختار during. ليه بقى؟ ليه؟ هي holiday دي نون. اوكي، يبقى ينفع يجي بعدها during، ينفع يجي بعدها، ينفع يجي معاها on. لكن هنا في فرق في الهوليداي دي بالاخص، يعني في فرق حسب حاجه معينه. ايه هي؟ نلاحظ هنا ان هو كاتب لي the holiday I had a great time in general. لما تفهم ان من الجمله ان الهوليداي بيتكلم عنها بشكل عام يبقى during. يعني ما هو لما نحط هنا during بقى كده during، حط طبعا during the holiday اثناء الاجازه I had a great time in general. انا بتكلم هنا in general ولا specific holiday؟ لا، بتكلم in general، يبقى during. يعني ممكن الاجازه دي تبقى اجازه بتاعت امبارح، بتاعت بتاعت الاسبوع اللي فات، بتاعت السنه اللي فاتت، هكذا. اوكي، ده in general بتكلم عن عامه. بقول ايه؟ اثناء الاجازه انا بستمتع بوقتي، يعني بديك معلومه عامه. اثناء الاجازه لا ما بروحش هنا ولا هنا، ده انا بقعد في البيت واستمتع بوقتي، او بخرج او بسافر، يبقى كده in general، يبقى during. طب لو كنت بتكلم عن اجازه معينه في يوم معين يبقى on. نشوف هنا المعلومه المكتوبه دي اهو. on suggests a specific day or date when the holiday occurred، اللي هي المعلومه اللي انتوا شايفينها دي on. يعني امتى بستخدم on؟ لما اتكلم عن specific day. مهمه جدا كلمه specific day دي اهي، هي دي هو الحل هنا. specific day او specific holiday، يعني يوم معين او اجازه معينه او تاريخ معين when the holiday occurred. اوكي، لكن هنا ما بتكلمش عن اجازه معينه. انا ممكن اقول لك الاجازه بتاعت امبارح، يبقى on. لو انا قاصد بيها او شفت في الجمله حاجه تدل على ان انا محدد اجازه معينه يبقى on. مش محدد، بتكلم in general، يبقى during. اوكي، يبقى انا during. شوفوا الجايه دي بقى هتاكد لنا او تثبت المعلومه اكتر. برضو عليها ستار. the holiday، برضو the holiday اهو. I had a great time. انا يعني استمتعت بوقتي. it was an interesting day. كان يوم ممتع بصراحة الأجازة بتاعت امبارح دي مثلا أو الأسبوع اللي فات. يبقى أنا بتكلم عن إيه؟ specific day، يوم محدد، يوم معين. يبقى هنا طبعا هنشيل دول من بقى on ولا during؟ لا، يبقى on. برافو عليك، عشان هنا specific day.
specific holiday. لكن لو بتكلم عن الهوليداي in general يبقى during. next the show my baby fell asleep. show يعني أي أن كان العرض يعني. the baby fell asleep نام. طبعا when while نشيلها وas نشيلها يبقى هي during لأن ده noun the show. next while I at home I help my mother. أنا عايز أشوف حاجات ممكن أشيلها. هنشيل إيه؟ طيب نشوف هنا دي واي بيجي بعدها إيه؟ إحنا عارفين بدل الفيرب هنا past يبقى هنا long action. فاكرين ولا نسينا موضوع long action؟ long action عبارة عن إيه؟ was a word بعد كده verb آخره ing. إيه ده؟ طيب يعني ينفع مستر was being؟ لا، هو being ده long action. لا، والتركيبة دي احنا بنستخدمها في الباسيف وده مش باسيف لأن حتى ما فيش past participle. نشيل دي خالص مش نافع. ده long action. اللونج اكشن ما يكونش had كده. had been مش موجود عندنا يبقى هي was. الله، امال فين الفيرب ing؟ اقول لك هنا مش شرط. ليه؟ لان الفيرب تو بي هو الفيرب الرئيسي المين فيرب، فانا ما فيش حاجه اسمها was being يعني واحطها كمين فيرب كده بالشكل ده. يبقى while I was at home لما اكون في البيت I help my mother. لما كنت بكون في البيت كنت بساعد. 17 on space is the monkey my baby was frightened. هنا on بيجي بعدها ايه؟ فيرب ing. يبقى on ايه؟ ما خلاص، ما هي واضحة طبعا. كل ده مش هينفع، هي on seeing. اوكي، ودي بعدها مجرد ما شاف المونكي my baby was frightened كان خايف. اوكي، locking the window I saw two boys fighting. I saw two boys fighting كانوا بيتعاركوا مع بعض. طب ده ايه؟ locking بقفل. ده noun ده verb ing. طب مين بيجي بعديه verb ing؟ مش just as، مش during، مش as، هي دي on. next the last one space the football match he broke his leg. the football match ده ايه يا شباب؟ ده ايه معايا؟ football ده noun. طيب مين اللي بيجي معاه noun؟ why نشيلها، for نشيلها الوقت. يا اما on يا اما during. بقى during مش on تيجي دايما قلنا على الحاجات اللي بيها فيها ايه؟ رد فعل سريع كده. لكن حاجه بتاخد فتره زمنيه طويله كده زي الفوتبول ماتش يبقى during. تمام كده يا شباب، احنا كده الحمد لله خلصنا. هي كانت السيشن هي انا شايفها طويله سنه لكن مفيده كتير، واتمنى ان انتم استفدتوا منها، وان شاء الله تتابعوني في السيشن الجاي لان برضه ان شاء الله هتبقى مفيده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.